المكرونه البشاميل محدش فينا بيختلف عليها، والنهارده هعملها لكم بطريقه هتعجبكم جدا وهتشرفكم في اي عزومه. هعملها على الطريقه المصريه، مش هيعدي عزومه ولا تجمع من غير لما تعملوها، والصينيه هتخلص لغايه اخر معلقه فيها كمان. هقول لكم على اسرار نجاحها، وهتعملوها باحتراف كمان، وما فيهاش اي تعقيدات. كريميه جدا وملهاش حل. لو عايزين تشوفوها بتتعمل ازاي وازاي بتطلع كريميه وجوسي كده، اعملوا لايك وشير للفيديو. اول حاجه هنبتدي بالوصفه. طاسه على النار فيها معلقه من السمنه كده، لو مش عندكم سمنه الدهن، لو شويه من الدهن كده، قطعه من الدهن، تبداوا تسيحوها وتبداوا تضيفوا اللحمه. انا نسيت احطه فحبيت، لو عندكم ليا كمان مفرومه، انا هنا حاطه ليا. بتبداي تسيحيها كده، او اي ماده دهنيه عندك، زيت، سمنه، ليا، دهن، بتبداي تحطيها، بتديها طعم ونكهه. معلقه من السمن بقى وتبداي تقلبيها. اللحمه مش محتاجه، لو فيها دهون وكده مش محتاجه، بس دي كخطوه اختياريه او كاضافه حلوه. بعد كده بنضيف بصل، يعني 3 4 بصلات كده. اهم حاجه اللحمه المفرومه المتعصجه اللي بتطلع طعمها حلو خرافه كده، هي بيكون فيها البصل كتير، يبقى 3 4 بصلات او 5 كده على نص كيلو لحمه. وقرن فلفل حراق، مش بتحبوا الحراق تقدروا تستبدلوه. معلقه من الملح، معلقه من الكمون، الفلفل الاسود، السبع بهارات، البابريكا، معلقتين من الصلصه بتديها لون وطعم وحمار كده، بيكون طعمها تحفه. وبعد كده بتقلبوه وتغطوا عليه وتهدوا على النار. اول ما تستوي كده وتتعصج مع بعضها وتدبل كده، بتطلع احلى من لحمه. بعد كده بنعمل البشاميل. الكيلو اللبن عليه 4 معالق من الدقيق، بنعمله في معلقه من السمنه، وتبداوا تقلبوه كده. اول ما الدقيق يتغير لونه كده ويختلط بالسمنه، بتبداوا تضيفوا اللبن. وبنضيف للبن معلقه من الملح، بنظبط الملح بتاعه، وشويه من الشطه الحمراء الناعمه. ولو مكعب مرق ولا حاجه بتنقله في حته تانية. وباول ما بيبدا يستوي واللبن بيغلي، بنضيف له 3 4 مكعبات من الجبنه المثلثات، بتنقلها في حته تانية. ولو شويه من الجبنه الموزاريلا برضو، دي كخطوه اضافيه. الجبنه المثلثات بتنقله في حته تانية وبيكون طعمه حلو. حلة على النار بتغلي، هنبدأ نسلق المكرونة. احنا مستخدمين يعني مثلا كيس وشوية كده من المكرونة، يعادل مثلا 600 جرام من المكرونة اللي هي الأقلام دي، وشوية ملح كده، ونبدأ نغلي المكرونة. بتاخد من 10 ل 13 دقيقة. بعد كده بنطلعها، بندهن صينية كده اللي عندكم، اللي انتم متوفرة، اللي هتعملوا فيها المكرونة. هندهنها مادة دهنية اللي هي سمنة وكده. بعد كده بنجيب من البشاميل ونحط كبشتين في المكرونة، نعجنها شوية كده في البشاميل. وبعد كده بنضيف نص البشاميل والنص التاني على الوش. بس الاكتر في الارضيه مثلا ممكن نحط فيها 3 ارباع المكرونه، والربع بنسيبه للوش عشان بنضيف له جبنه وبنضيف له البشاميل، فعشان كمان يبقى فوق مساوي لتحت. اهم حاجه خطوه البشاميل نحطه في المكرونه وكده عشان خاطر يختلط مع بعض ويندمج. لو الملح مش متظبط بنظبطه. بعد كده بنحط اللحمه المتعصجه. اهم حاجه عصاج اللحمه والمكرونه تطلع تحفه معاكي بايه؟ سرها ان يكون البصل كتير، واهم حاجه كمان ما يكونش باين قوي، يعني ايه، مستوي كده ودبلان، ويكون بتديه طعم وبتنقله في حته تانية، بيكون رهيب وخرافي. بنحط كمية المكرونة التانية، بس قبل ما نحطها بنحط كبشتين من البشاميل كده عشان كله يتمسك معانا ويبقى معانا كده زي كريمي وطالع ما فيهوش غلطة. نبدأ بقى نحط الكمية. انا دايما بيقولوا لي النص فوق ونص تحت، بس انا بكتر تحت، يعني بعمله مثلا التلات ارباع والربع، بيطلع معايا فوق زي تحت، وطبقة البشاميل متماسكة. وكمان لو لسه طالع من النار ولا حاجة بيطلع معانا تحفة. في الوقت ده بنكون مشغلين الفرن من فوق ومن تحت، وبنحطه على الرف اللي في النص اول 10 دقايق. بعد كده بنشغل الشوايه من فوق، ما بياخدش غير وش بس يتحمر معانا. عندك جبنه بقى موزاريلا بتحط على الوش، مش عندك، مش متوفر، بنرش عليها شويه سمنه كده وبتاخد الوش. مش محتاجه بيض ولا محتاجه جبنه، او بيضايه كده في شويه من الخل، معلقه من الخل وشويه رشه من الفلفل الاسود عشان الزفاره. وبتبداي تدهني وشها بفرشه ولا حاجه، وممكن ما ندهنهاش، وممكن جبن، اي حاجه تنفع معانا وبتديكي الوش المحمر الجميل ده. انا عندي شويه جبن كده فبدات احط عليهم شويه جبن. المكرونه عامه البشاميل مظبوط وكريمي، ولا هو تقيل ولا هو خفيف، بس عامه هو بيميل للخفيه شويه اكتر من التقل لو انتوا حابينها جوسي، وكمان ما فيهاش غلطه، وتكون كده اول ما بتشيليها كده كلها بشاميل، وبتكون تحفه وطعمها جميل. انا بحبها كده. انا من المدرسه اللي بيحبوا البشاميل سخن قوي، يكون لسه طالع من على النار، واهم حاجه يكون كده وبس. هنا انا شغلت من فوق اداها الوش، حابين تغمقوه عن كده براحتكم، حابين تقللوا برضو براحتكم.
جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدًا، أهم حاجة الليّة بتنقلها في حتة تانية كمان، أو المادة الدهنية دي والبصل العصاج، هي دي الحاجات اللي ممكن أي حد اتوه عنه، فهي دي الخطوات اللي ممكن تضبّط أهم حاجة البشاميل، اللحمة تكون متساجة كويس وتكون متشوحة كده، هي دي الخطوات بتاعة البشاميل اللي بتضبط صينية البشاميل معاكم، طالعة معانا juicy وطرية، وكمان هي سخنة وبتطلّع بخار، وهابدأ هاقطّعها لكم كمان، هاقطّعها قدّامكم وهتطلع كمان قطع. ممكن لو هي سخنة مثلًا ناس تقول لي ممكن تفُك مننا كده واسيبها لمّا تبرد، هي حلاوتها وهي سخنة، هي شفتوا بتطلّع قدّامكم بخار وسخنة جدًا وطالعة، هي دي المكرونة المضبوطة من فوق زي من تحت، وفي نفس الوقت juicy وكريمية وخطيرة كمان، وطالعة معاكم باقطّعها قدّامكم وطعمها خرافة. وكمان الخطوات اللي لمّا نكون محتارين ومش عارفين نعمل إيه، فبنقوم عاملين مكرونة بشاميل وكمان معاها بانيه كمان. الولاد احسن حاجه بيحبوها هي المكرونه بشاميل وبانيه، جربوها هتعجبكم جدا، احلى مكرونه كريمي وجوسي كمان. اعملوا لايك وشير جربوها بالطريقه دي وهتعجبكم، سيبوا لي رايكم في التعليقات. شكرا.